السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نقدم لكم طاجين باللسباس وجلبانة وخيزو كيجي رائع في المذاق. نتمنى يعجبكم. تبعوا معايا المراحل والطريقة ديال التحضير. بالنسبه لهاد الطويجين هو اللي كنت خديت اخر مره في الفيديو ديال المشتريات. المهم الطويجين راه الصراحه كيطلع الاكل بنين. هذا طاجين شمالي على ما اظن. المهم هذا الشكل هذا وهذه النوعيه تيقولوا راه ديال الشمال. المهم راه الطياب فيه زوين. المهم غناخذ الطاجين غنحطو فوق النار. غادي نوضع واحد الكميه مهمه ديال الزيت. علاش؟ لانه ما دايرش فيه البطاطا اللي غادي تعقد لينا هذا المرق، لانه البطاطا كيف ما كتعرفوا كتطلق دوك النشويات ديالها وهما اللي كيعطيونا هذاك المرق هكا عاقد. بالنسبه للحم اللي استعملت انا، استعملت اللحم ديال الغنمي اللي كيكون صغير، لانني غادي نحط الخضره معاه مباشره من بعد ما غادي نشحرو. الا كان اللحم شويه كبير خليوه يطيب واحد نص ساعه، عاد قادوا الخضيره ديالكم فوق منه بهذا الشكل هذا كيطيبوا بشكل متساوي. وغادي ندوز باش غادي نضيف البصل حتى هو اللي شلطو. هاد البصله هادي راه كانت عندي في المجمد، غتبان لكم هكايا مكوره، قطعتها في الهشوه ودرتها في ميكات ودرتها في المجمد. القصه ديال هاد البصله صيفطوها لي خوالي من البلاد وكانت الكميه ديالها كبيره. المهم دوك الخناشي الزورق راه كيكونوا تبارك الله كيهزوا الكيلوات. المهم الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم. وخديتها درت واحد شويه في دوك السليلات اللي كنخليه على برا مع البطاطا، والشي الاخر اللي بقى لي درته في الصندوق ديال الثلاجه. وكميه واحده اخرى باش ما تاخذلياش لي سباس بزاف نلقى فين غنحط الخضره وداكشي. قطعتها بهذا الشكل هذا في الهشوه وفرقتهم على بلاستيكات القياس اللي غنبقى ندير في كل طبق صافي. وكيبقى الطعم ديالها هو زعما ما كيتغير ما والو وكتبقى مزيانه. المهم براتيك الصراحه حتى بالنسبه للناس اللي هكا عندهم الخدمه ولا السيدات العاملات. الطريقه هذه راه كتنفع. واخا يدير واحد الكميه ديال الاسبوع ويخليوها في الكونجيلاتور، فين ما جاو ينصبوا كيلقاو البصله ديالهم واجده ولا الثومه ولا الربيع. المهم الطريقه انا اضطريت نديرها لانه ما عنديش كيفاش، ما عنديش فين غادي نحطها، خفتها لا تخسر ليا داكشي باش اضطريت انني ندير هاد الكميه هذه في المجمد. بالنسبه للجزر غادي نقشرو بهذا الشكل هذا بهاد الاله هذه، كيجي ساهل وبخاتيك وكيعطي واحد المنظر زوين. الخيزو كنفضلوا على ديك القضيه اللي كنبقاو نجرو خيزو بالموس، كيبقى كله حرش هكايا. ما كيعجبنيش انا. كيعجبني هاد ليكونوم ولا هاد اللي كنجرو بها الخيزو. المهم هنايا بالنسبه للجزر ديال هاد الوقيته راه كتعرفوا كيكون زوين داك الموسكا، الكاليتي ديالو زوينه وفيه الحلاوه زوينه. ودابا ان شاء الله نبارطاجي معكم واحد العصير زوين سورتو بالنسبه للناس اللي كينوضوا كيحسوا براسهم عيانين فابل ما عندهمش ديك الطاقه. دوك السيدات اللي عندهم نقص في الفيتامينات، نقص في الحديد، راه كينفعهم بزاف وكيأثر حتى على البشره، كيعطيها واحد النضاره والشعر تيقويه. المهم واحد العصير راه غزال، انا كنت مجرباه واحد المده ولاحظت عليه الفرق. ومهم انا بغيت نبارطاجيه معكم ان شاء الله باش تستافدوا حتى نتوما. غزال واخا ما يكونوش عندكم كاع مشاكل صحيه ولا هذا، غير فاش كتكون عندكم ديك الطاقه ناقصه هكايا. كاين اللي كينوض من الناس وكيحس براسو باقي عيان باقي مدقدق، راه كيكون حتى نقص في الفيتامين دي سورتو بالنسبه للعيالات. يعني عنصر ديال الشمس وهذا فقر الدم حتى هو كيدير هذا المشكل. المهم نتمنى ان شاء الله هذا العصير هذا ان شاء الله نحطه لكم ويعجبكم وتلقاو عليه النتيجه. هنايا غادي نكمل. قطعت انا البسباس. المهم البسباس كيف ما غادي تشوفوني. المهم هنايا راه باقي ما غسلتش الخضره. والطريقه باش كنغسلها كنوضع واحد الماء في بانيو وتندير معاه الملحه والخل، ضروري الملحه والخل. وكنخليو الخضره ديالنا سورتو هذا البسباس هذا اللي كيكون فيه دوك الوريقات، وكتغسلوه بعدا مزيان وكتحاولوا تدخلوا الماء ما بين دوك الوريقات. هاد كتحطوه في الماء والخل والملحه باش كيتنقاو وما كيبقاو فيه لا حشرات لا تراب لا والو. هذه الطريقه باش كنغسل انا الشوفلور، باش كنغسل الورقيات القزبر معدنوس. المهم كاع الحوايج اللي كنخاف منهم. هنايا بالنسبه لهذا الحامض شفتوا كيفاش جا معسل على نزيناتو. هذا داك الحامض اللي كتكون عنده الصريره البلدي، هذا خدمته العام اللي فات. هذا راه عنده دابا تقريبا عام خدمته تبارك الله. المهم الطريقه ديالي في هذا الحامض
باش كيجي بهذا الشكل هذا. كناخذ الحامضه كيف ما غادي نوريكم دابا، كنقسمها على 4، كنفلحها على 4 وما كنوصلش للمستوى تحت، يعني كتبقى الحامضه هكا مجموعه. وتنعمرها بالملحه، كنعمرها غير بالملحه فقط، ما كندير لا ما لا حتى حاجه. وداك الماء ديال الحامض والملحه هو اللي كيعطينا هاد الماء هذا دابا اللي شفتو عاقد وبحال معسل، هو اللي تيعطينا هاد النتيجه هذه في الاخير. المهم الطريقه دابا نصورها لكم ان شاء الله في فيديو. غير ناخذ الحامض مصير، الحامض البلدي انا تقريبا وقته هادي، ونصايبها معاكم. انا اصلا خاصني نزيد منه لانه هادشي اللي بقى ليا فهاد القرعه راه كانت عامره. المهم كتستعملوه في عده اطباق، راه كيعطي واحد البنه مميزه. انا بالنسبه للعطريه ديال اللحم غادي ندير الملحه، وغادي ندير سكينجبير معلقه صغيره، وغادي ندير شويه ديال الابزار، المهم نصف ملعقه هكا عامره، وغادي ندير الخرقوم. هذه هي العطريه اللي استعملت صافي. والطريقه ديالي انا في الطاجين كنشحرو مزيان، انا كتعجبني هذيك التشحيره، كتعطينا واحد البنه غزاله في الاخير. يعني كيكون فرق ما بين انكم تشحروا الطاجين وما بين انكم ما تشحروش. المهم كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا هذه غير ملاحظه او نصيحه صافي. بهذا الشكل هذا غادي نخلي هاد اللحيمه حتى تشحر ويدخل هذوك التوابل وكل شيء، عاد نولي نقاد فوق منها الخضره ونوريكم حتى الخضيره كيفاش كندير ليها. المهم ان شاء الله الا عجبكم هاد لا فيديو هذا وعجبكم هاد الاقتراح هذا، ما تنسونيش من جيم كدعم ليا، وبارطاجيو هاد الوصفه هذه او هذا الفيديو مع الاحباب الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. وان شاء الله حتى حنايا كمساعده ليا باش القناه ديالي تزيد شويه لقدام. كتعرفوا القنوات في البدايات ديالهم راه كيبغيو الدعم والتشجيع وكيبغيو شويه ديك الدفعه ودوك التعاليق المشجعه بطبيعه الحال اللي كتحفز الواحد وكتعطيه واحد البوش لقدام. المهم نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وحتى اللي ما مابونيش في القناه وشاف هذا الفيديو في اول مره يتابونا في القناه. مرحبا بكم، والهلا حاشمنا والله يجيبنا في الصواب. المهم بالنسبه ليا انا غادي نستف دابا الخضيره، استفت البسباس، استفت الخيزو بهذا الشكل طولي، وغادي نضيف ديك الجلبانه غنديرها الوسط. المهم هاد المذاقات اللي في هاد الخضر هادو كيعطيونا واحد النتيجه اللي كتكون زوينه كيتواتاو مع بعضياتهم. المهم تجربوهم وردوا عليا في التعاليق الا عجبتكم زعما هاد الطريقه هادي، ردوا عليا في التعاليق ان شاء الله باش نعرفكم راه كتجاوبوا مع لي فيديو ديالي. يا دابا غادي نضيفوا جلبانه بهذا الشكل، وغادي نضيف واحد شويه ديال الحامض مصير من الفوق. وكذلك غادي نزيد الطاجين راه كيجي حتى مع الدجاج كيجي زوين. كتعرفوا البسباس وفيه مذاقه الحلاوه مع الجلبانه والخيزو حتى هو حلو، كيجيو بنان وزبيونين كيتماشاو مع بعضياتهم. المهم هنايا راه زينت بشويه ديال الزويتنات ودرت داك ربع حامضه، ما كثرتش الحامضه، ربع حامضه كافي. وهاد البزيود هذا اللي كنزيد في الاخير كيعطي واحد البنه حتى هو الاضافه ديالو كتكون مميزه صراحه. كاين فرق ما بين انكم تضيفوه وما بين انكم ما تضيفوش. انا كيعجبني الحار ماشي هكا حتى في الماء، كيعجبني في الماكله ما كنكثرش منه لانه شويه راه كيضر في المعده والمصران وداك الشيء. اللي عنده مشكل ديال المصران وهذا ما يقدرش يبقى يكثر من هذا الشيء، وحتى اللي ما عندوش مشكل راه كيديروا له. لانه هذا الحار هذا كاين اللي كياكلوا يوميا تقريبا، مع الوقت ومع المداومه كيمرض. المهم ما عرفتش انا كيفاش كيديروا المكسيكيين ودوك الهنود كيكثروا الحار وتيكون نيت الحار قاطع. ما فهمتش واش عاده ولا تعودوا عليه ولا الله اعلم. المهم انايا بالنسبه لي واحد السيده من العائله كانت كتاكل ديما بالحار، وفي الاخر ولا كيضر المصران دابا ما كتقدرش تاكلو كاع واخا تشهاه. المهم واحد يكون تياكل الحاجه باعتدال. انا تعجبني ناكل هكا فاش ما كتكونش عندي الشهيه ديال الماكله، هو تيفتح الشهيه وتيخليك تاكل مزيان. اما هكا كنضيفو هكا بحال في الكسكسو في طويجنات هكا كيعطيني ديك البنه وداك النكهه ديالو كتجي زوينه. المهم هنايا راه رشيت الخضر من الفوق بشويه ديال التوابل باش كنبننوها. واساسا راه كنديروا الماء فاش كنرويو الطاجين وتي يطلق لنا داك اللحم وداك الشيء في الماء مع التوابل، راه صافي كنبقاو نهزو شويه بمعلقه وكنرشوا الخضره من الفوق بداك لاصوص اللي
تمزجات وبدات كتطلق لنا ديك النكهات، دوك النكهات كلهم اللي في الطاجين تيكونوا في ديك لاصوص. صافي هنايا غادي نروي بالماء وغادي نقصوه البوطه وغادي نخليوه نعطيه وقته هكايا باش يطيب. المهم بالنسبه لهاد الطويجات من الاحسن انكم تشريو لهم دوك الحديدات اللي كتحطوهم فوق النار، ما ديروش مباشره فوق العافيه باش كيطول معكم شي شويه. صافي هذا هو الطويجين، مهم بسيط ولذيذ في نفس الوقت. غادي نغطيه وغادي نخليه يطيب. هنايا راه طاب جا ما شاء الله تبارك الله. جات هاد لاصوص هادي عاقده وصراحه جابنين في المذاق ديالو. نتمنى تجربوه وما تنسونيش من لي لايك ولي كومونتير زوينين بحالكم بحال القلوب الصافيه اللي متبعاني اللي ديما كتفرحني بالتعاليق الزوينه. والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.